فيلمنا بيبدأ بطيار اسمه تورنس وهو بيجري علشان يلحق طيارته، وبيكلم بنته فيديو كول وبيقول لها انه هيحاول يوصل لها بدري علشان يحضر معاها حفلة راس السنة. وبيركب الطيارة بعد كده وبيقابل مساعد الطيار سامويل وبيقول له انهم هيطيروا في جو مش احسن حاجة. ولما واحد من شركة الطيران بيدخل عليهم بيقول لتورنس انهم هيدخلوا في عاصفة شديدة جدا على البحر، لكن الموظف حاول يديهم شوية امل وبيقول لهم انهم على ما يتحركوا هتكون العاصفة دي اتنقلت للشط. فبيقول له تورنس لو العاصفة دي اشتدت همشي من اتجاه تاني، لكن الموظف قال له هي لعبة يا ابني، انت كده هتزود المسافة اكتر والموضوع مش للدرجة دي يعني. وبيقول له طير على ارتفاع اعلى وهتكون الدنيا 100. وبتدخل عليهم المضيفة بوني وبتنادي الطيارة علشان يكلم ضابط شرطي، ولما بيروح بيقول له الشرطي ان في مجرم هيتنقل على الطيارة دي. فالطيار بيقول له ان الطيارة فيها كام واحد بس ووجود المجرم ده هيقلقهم، بس ده كان قرار اجباري وطلب من الطيار انهم يقعدوه بعيد عن اي راكب. وبدأوا بعد كده يستقبلوا ركاب وكل واحد كان بيشوف مكانه فين علشان يروح يقعد فيه، وكان عددهم قليل فعلا يعني حوالي 14 راكب بس. بعد كده بدأوا يجهزوا للطيران، وبعد طيرانهم بشوية كل اللي كانوا موجودين كانوا مستمتعين بالرحلة جدا. المهم تورنس قال للمساعد انهم كده هيعدوا في قمة العاصفة، وبيتكلم الطيار مع المسافرين وبيحاول يطمنهم وبيقول لهم انهم يستعدوا ويربطوا الأحزمة لانهم شكلهم كده هيقعوا. وبيطلب الإذن إنه يطير على ارتفاع أعلى شوية، لكنه مش بيجيله رد لأن الإرسال كان في ذمة الله. وفي النهاية بيجيله رد بإنه يعمل اللي عايز يعمله، بس فجأة الطيارة بتتهز جامد وبيروح تورنس يعتذر للركاب وبيقول لهم قعدوا الليلة لحد ما نوصل. لكن فجأة البرق ضرب الطيارة وده بيأثر على الطاقة وبيتقطع النور في الطيارة كلها، ومن قوة الهزة بيتخبط تورنس وبيبدأ ينزف، لكن بيوصل للكابينة وبيقدر يرجع يسوق من تاني. لكن أجهزة الطيارة كلها بتكون فصلت خالص وبيحاولوا يتواصلوا مع برج المراقبة لكنهم مش بيردوا، وبيطلب من المساعد إنه يشغل الطاقة الاحتياطية وده هيديهم 10 دقايق بس يهبطوا فيها على الأرض. وبيحاولوا يعرفوا آخر مكان وصلوا ليه لكنه بيكون بعيد جدا عن البلد، وكمان بيحاولوا يبعتوا إنذار استغاثة لكن مفيش أي رد. ولما المضيفة بتدخل بتكتشف إن الأجهزة فصلت كلها وبتخرج تقول للركاب الوضع اللي في الطيارة وبتقول لهم خليكم مكانكم بقى لحد ما نموت. وكان هدفهم انهم يبعدوا عن العاصفة علشان يعرفوا هم موقعهم فين بالظبط. ساعتها المجرم طلب من الضابط انه يفك الكلبشات لانهم لو وقعوا كده هو مش هيعرف يعوم، لكن الضابط رفض وكان بيستخدم التليفون وفجأة وقع منه فاضطر يقوم علشان يجيبه. ولما المضيفة شافته راحت له بسرعة علشان تقعده مكانه، لكن فجأة بتتهز الطيارة جامد جدا وبتتخبط المضيفة هي والضابط وبيقعوا على الأرض. والكابتن بعد كده حاول يخرج من العاصفة وأخيرا خرج، وبيكون ساعتها فاضل 4 دقايق بس، فبيستعدوا للهبوط الفظيع اللي هيحصل. ولما المضيفة بتسأل تورنس تقول للركاب ايه، قال لها المساعد عرفيهم اننا هننزل في المية، وبيستعد هو والمساعد للنزول لكنهم فجأة بيلاقوا أرض قدامهم وكان فاضل 90 ثانية بس. فبيضطر تورنس يدور على أفضل مكان للهبوط علشان ينزل فيه، وبيلاقي طريق وفجأة الطيارة بتلمس الأرض وبيكون الركاب هيموتوا من الرعب، لكن بيقدر تورنس إنه يسيطر على الطيارة وبيجري يخرج الركاب منها لأن في وقود في الطيارة ممكن يخليها تنفجر في أي وقت. وبيكون ساعتها الضابط والمضيفة ماتوا. وفي مقر شركة الطيران بيكونوا متوغوشين وبيتكلموا عن آخر مرة تواصلوا فيها مع الطيارة وإنهم فقدوها في غرب الفلبين، وبيطلب المدير إنهم يجيبوا واحد حلو كده اسمه ديفيد وده بيكون خبير استراتيجي في حل الأزمات. وعند الطيار بتتكلم المضيفة هيعملوا إيه مع المسجون وبيكونوا عايزين يعرفوا هو خطر ولا مسالم، فقال لها إنه خطر يعني لأنه متهم في قضية قتل وممكن يعمل أي حركة غدر، علشان كده لازم نبعده عن الركاب. وبيروح بعد كده الكابتن يتكلم مع الركاب وبيطمنهم لأنهم بيكونوا ميتين من الرعب، وبيعرفهم إنهم في مكان في الفلبين وبيقول لهم إن لما الطيارة تهدى هيروح يجيبوا أكل، وبيطمنهم إنه هيعمل كل اللي عليه هو والطاقم علشان يخلوهم يخرجوا من هنا. وبيوصل ديفيد وبيعرف كل المعلومات عن الرحلة وبيتصدم لما بيعرف إنهم سمحوا له أصلا يطير في الجو ده، وبيقول لهم إن
الحل الوحيد إنهم يشوفوا مرتزقة من الفلبين يساعدوهم. وبنروح للكابتن اللي بيعمل لهم خيمة علشان يباتوا فيها، وبيتفق معاهم إنهم يخمسوا مع بعض في الحاجات اللي معاهم سواء بقى كانت أكل أو شرب. وبيروح بعد كده للمجرم اللي بيكون اسمه كاسبر، وبيقول له الكابتن إنه مستغرب إنه لسه ما خلعش لحد دلوقتي. لكن كاسبر بيرد عليه وبيقول له يا عم هروح فين يعني، وهو ما يعرفش هم فين أصلا. وبعد كده بنروح للكابتن اللي بيحاول يطلع الطيارة، فبيشوف وقتها جثة المضيفة والضابط وبياخد منه المسدس أي حاجة تنفعهم، وبيحط الجثث بعد كده في كيس أسود. ولما الكابتن والمساعد بيحاولوا يكتشفوا هم وقعوا فين بالظبط، بيحس الكابتن إن فرق الإنقاذ ممكن تكون بتدور عليهم في حتة تانية. بيقول بعد كده صامويل إن الجزيرة دي خطر وبيسيطر عليها المجرمين والعصابات، فبيقوله لو هي كده فعلا يبقى إحنا كده لبسنا وبقينا كلنا في خطر. وبيطلب منه بعد كده إنه ما يقولش الكلام ده لحد إلا المضيفة. وبعد شوية بيكون في واحد من الركاب بيصور الوضع اللي هم فيه، ولما بيصور المجرم بيروح يهزقه علشان صوره. بعد كده بيقول المجرم للركاب إن ممكن تكون فرقة الإنقاذ تتأخر على ما توصل لهم، وإنه شاف مبنى وهم بيهبطوا فهيحاول تورنس يوصل لهناك، ولو لقى تليفون أو لاسلكي هيتصل بالإنقاذ بسرعة ويقول لهم إنه هياخد كاسبر معاه في المهمة دي. وبنروح للسكان بتوع الجزيرة دي، وبنشوف واحد وهو بيجري وبينده على الزعيم بتاعهم وبيكون اسمه داتو، وبيقوله إن في طيارة وقعت على الجزيرة وبيؤمر رجالته إنهم يدوروا عليهم. وساعتها بنت تورنس بتعرف من الأخبار إن في طيارة وقعت من شركة الطيران اللي أبوها بيشتغل فيها، فبدأت تتوتر وحاولت تتصل بيه لكن مفيش فايدة. وبنشوف بعد كده تورنس وكاسبر وهم ماشيين في الغابة، بس فجأة تورنس بيبص وراه مش بيلاقي كاسبر، وفي نفس الوقت ده في مركز التحقيقات بيحاولوا يشوفوا معلومات عن الكابتن، وبيعرفوا انه في مرة ضرب واحد من الركاب لانه عمل مشكلة. وديفيد وقتها بيعجب بشخصية الكابتن جدا. وبنروح لصامويل اللي بيحاول يشغل الطيارة، وفعلا الطيارة بتشتغل. ووقتها تورنس بيوصل للمكان وبيلاقيه شكله غريب ومهجور، وبيكون في اثار رصاص على الحيطة، وشكله كده كان مكان معركة. وبيلاقي تليفون فبيجري عليه بسرعة، لكن طبعا التليفون بيكون بايظ. المهم حاول يصلحه بأي طريقة. وبيكون ديفيد في الوقت ده بعت فرق تدور على الطيارة، لأنه عارف إن المنطقة دي ما فيهاش حكومة ولا قانون والدنيا كوسة خالص. وتورنس وقتها أخيرا صلح التليفون واتصل بشركة الطيران، وبترد واحدة وبيحاول يقول لها إنه كابتن الطيارة، لكنها بتكون فاكرة إنه بيضحك عليها ومش بتصدقه. وبتقوله إنه جالها بلاغات كتير وهمية، وبتطلب منه رقم الهوية. فبيقول لها يا أستاذة احنا تايهين وواقعين ومش عارفين احنا فين، وأكيد مش هيكون معايا دلوقتي رقم الهوية. فبتنهي الست دي المكالمة معاه، فبيكون متضايق جدا وبيحاول يكلم بنته وبيحاول يفهمها الوضع اللي هو فيه. لكن فجأة بيلاحظ إن في عربية تحت المبنى، وفجأة في واحد بيهجم عليه وبيضربه، وبتدور بينهم معركة لوقت طويل جدا. وأخيرا تورنس بيقضي عليه وبيكسر رقبته. وتورنس بيقوم بعد كده يستخبى لأنه بيسمع صوت بيقرب عليه، لكنه بيكون كاسبر عادي بس بيكون معاه سلاح. وبيقول للكابتن يخرج وهو مش هيأذيه، وبيديله مية يشرب. وعند داتو بتكون الفرقة عرفت مكان الطيارة وبيجهزوا علشان يروحوا لهم. وتورنس وكاسبر بيكونوا في أوضة مليانة كاميرات وجوازات سفر مرمية على الأرض، وبيشوفوا الفيديو بتاع الناس اللي خاطفينهم وبيجبروهم يطلبوا فدية من بلدهم. وبيخرجوا وبياخدوا عربية علشان يروحوا للركاب، بس العصابة بتكون وصلت قبلهم وبيكون الركاب في قمة سعادتهم. وبيحاول صامويل إنه يمنعهم لأنهم لسه مش عارفين دول مين، ولما بيشوفوا المسدسات بتطلع من جيوبهم بيخافوا وبيترعبوا وبيعرفوا إنهم عصابة. وقتها كاسبر بيوقف العربية علشان سمع صوت ضرب نار، وبيطلب ساعتها إنه يكلم الكابتن. وصامويل بيقول له إن الرئيس هنا دلوقتي، وتورنس وكاسبر وبيكونوا مستخبيين قريب منهم وبيراقبوهم، وبياخدوا منهم لائحات الركاب وبيفتنوا على تورنس وبيقولوا إن ده الكابتن بتاعهم. وصامويل بيقوله إنه مش موجود دلوقتي وراح يدور على مساعدة. وقتها الكابتن كان عايز يروح بس كاسبر بيمنعه. وفي نص الكلام واحدة من الركاب اترعبت وجريت، لكن العصابة اديتها رصاصة جابت أجلها، وصاحبها وقتها انهار وجري عليها لكن ضربوه هو كمان. وبيطلب منهم إنهم كلهم يركبوا الأتوبيس، وبيؤمر رجالته إنهم يفتشوهم. لكن فجأة تورنس البطل بيظهر وبيضرب نار على واحد وبيمسك واحد منهم وبيسأله عن مكانهم.
وبيعرف مكانهم فين بالظبط. وتورنس بيقول له انه هيروح، وبيقول لكاسبر لو مش عايز تيجي عنك ما جيت، انا كده كده رايح. وفي نفس الوقت ده شركة الطيران بتراجع المكالمة وبيتأكدوا انه فعلا الكابتن، لانه كلم بنته بعد مكالمته ليهم، وكانوا عايزين يعرفوا تفاصيل اكتر عن الجزيرة. ولما تورنس بيدخل الطيارة بيعرف ان سامويل قدر يرجع الطاقة وبيعرف مكانهم بالظبط. وبيشوف كمان ان كاسبر خد الراجل الغابة وبيسمع صوت رصاصة، فبيكتب تورنس رسالة على قميصه بمكان الركاب علشان لما فرقة الإنقاذ تيجي تعرف مكانهم. وكان المقر أخيرا وصل لمكان الطيارة وبعت كل المعلومات للفريق اللي رايح ينقذ الركاب. وعند الركاب بتدخل عليهم العصابة وبتقلب منهم كذا واحد وبيصورهم وهم بيقولوا اسمهم والبلد اللي هم منها. وفرقة الإنقاذ بتكون وصلت للطيارة وبيدخل واحد منهم وبيشوف الرسالة اللي الكابتن سابها لهم، وبيعرفوا ساعتها مكان الرهاين فين بالظبط. وبيوصل تورنس وكاسبر وهم بيشوفوا العصابة وهي بتعبي المراكب بنزين، وبيروحوا هما الاتنين وبذكاء بيقتلوا أول اتنين من العصابة وبيحددوا مكانهم، وبيروحوا يقتلوا الراجل اللي بيحرضهم. وبيكون في واحد تاني، فبيحس كاسبر ان دي فرصته وبيخلص عليه. وبيدخلوا للركاب وبيفكوهم بسرعة وبيكونوا مرعوبين وبيسألوهم هنروح فين تاني، فبيقول لهم انهم هيروحوا للطيارة. وبيركبوا الأتوبيس بسرعة وبيقولوا الواحد منهم يسوق. وكان كاسبر شايف في فريق على الطريق، فراح يقول لتورنس، ووقتها بيبص للركاب اللي بيكونوا مستنيينه يعمل اي حركة جدعنة، فبيقول لكاسبر انه هينزلهم علشان يشتتهم وهيروح يسلم نفسه ليهم. وبيقول له استغلوا الوقت ده بقى واهربوا. وبيروح فعلا والعصابة بتمسك فيه وبيقول لهم انه طيار وبيطلب منهم انه يتكلم مع زعيمهم. ولما داته ظهر عرفوا انه بلغ الحكومة وانها دلوقتي في الطريق بالجيش بتاعها علشان ينقذهم. فبيضربوا داته وبيقول له انه دلوقتي في مملكته ومفيش حد يقدر يخلصك مننا، وبيحاول يفهمه الوضع وهو انه نزل اصلا هنا بالغلط وهو ملوش دعوه باي حاجه. فقال له داتو بره عني، طالما جيت جزيرتي يبقى لازم نضيفك، ولو حد مهتم بيك يبقى يدفع وساعتها هنسيبك. بس تورنس بيشتمه. ساعتها داتو قال لرجالته خلصوا عليه، بس قبل ما بيموتوه بتقوم معركه كبيره جدا والفرق بتيجي وبتموت ناس كتير جدا منهم، وبينقذوا تورنس وبيجروا بسرعه يركبوا معاهم الباص وبياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيهربوا. بس ساعتها داتو بيتعصب وبيأمر كل رجالته يتحركوا على الطيارة. وفي الأتوبيس تورنس بيعرف ان دول فرقة تانية اصلا غير الفرقة الأساسية، والفرق الحقيقية لسه هتوصل كمان ساعة. بس تورنس بيقوله انهم مش هيسيبوهم في حالهم الساعة دي. وقال تورنس ان عنده خطة وهي انهم يركبوا الطيارة ويطيروا بيها، بس الركاب ما كانوش موافقين خالص وقالوا له نموت هنا بكرامتنا احسن. لكن تورنس بيطمنهم وبيقول لهم انه لو شاكك ان في خطر عليهم وانها هتفشل ما كانش هيقولها لهم، وان الناس بتوع الجزيرة هيقتلوهم كده كده وهيدغدغوهم. وشركة الطيران ساعتها ما كانتش موافقة على الفكرة لانها بتعرض الركاب للخطر. بس ديفيد بيقول طب ما يطيروا ويجربوا عادي. وساعتها قائد الفرقة بيقول لتورنس انه يخلص بسرعة لان العصابة جاية عليهم من كل حتة ومش هيحلوهم. وبتوصل العصابة وبيتصاب واحد من الركاب، والفرقة بتحاول تقتل العصابة، ورجالة العصابة كانوا مستغربين من قوة الفرقة وأسلحتهم. وبيروح تورنس ياخد اللاسلكي من القائد وبيقول انه اول ما هشغل المحرك هيكون قدامك هم دقيقتين بس تركب فيهم. ووقتها كاسبر بيقول للطيار انه مش هيركب معاهم وبيودعه، وتورنس بيجري بس داتو بيصطاده وبيصيبه في رجله. بس الكابتن بيقدر يكمل وبيوصل للطيارة، بس بتكون لسه الدنيا والعة بره وفي ضرب واشتباكات. وكاسبر بيشوف الفلوس اللي كانت الفرقة جايباها فدية للرهاين. ولما العصابة شافت الطيارة بتتحرك بدأت تضرب عليها والفرقة بتنط بسرعة في الطيارة. ولما القائد نده على كاسبر بيشوف انه اخد شنطة الفلوس وخلع، والكل بيركب الطيارة والعصابة بتجري بالعربية علشان يلحقوا الطيارة ويمنعوها. وكانوا هيضربوا عليها صاروخ، لكن كاسبر لحق الموقف وضرب الشخص اللي كان هيضرب الصاروخ، وبيمسك داتو المدفع علشان يضرب الطيارة، لكن بتدخل عليه وبتقتله. وبيفرح كاسبر انهم هربوا وبيهرب هو كمان لما شاف العصابة جاية، وكانت الطيارة متدشملة وممكن تقع في اي لحظة. وبيتواصل الكابتن مع شركة الطيران وبيطلب منهم مكان للهبوط بأقصى سرعة، فبيحددوا له مكان قريب منه، بس تورنس ما بيكونش عارف هيلحق ولا لا.
وبعد ما بدأ يطير فوق البحر الطيارة ابتدت تنهار وبدأت تميل، بس تورنس بيكون شايف مكان الهبوط اللي حدده وبينبه الركاب انهم هيتنفخوا دلوقتي، وفعلا الطيارة بتنزل على الأرض وبتوصل أخيرا. بعد كده بتوصل فرق الدعم والركاب بيكونوا مبسوطين جدا وبيسقفوا للكابتن والمساعد وبيسلموا عليهم وبيكونوا مبسوطين لأن الكابتن أنقذهم، والإسعاف بتنقذ الموجودين وبيكلم تورنس بنته بعد كده وبيطمنها إنه هيحضر معاها حفلة رأس السنة. وبكده يكون فيلمنا خلص، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة، واستنونا في فيديوهات جديدة. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية.